السلام عليكم، إيه الاخبار يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب دايما تكون بخير. طلابنا حبايبنا طلاب ثالثه ثانوي دفعه 2026، اهلا بيكم يا دكاتره، يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله يا صديقي هنشرح بقى في الفيديو ده الجزء الثالث او الفيديو الثالث من شرح الكورس التاسيسي. ركز بقى معايا يا صديقي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا واليك نبنا واليك المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم امين. اتمنى كده تكون سمعت الفيديوهين الاولانيين اللي احنا نزلناهم، وكمان ما تنساش تكون معانا على قناه الواتساب اللي نزلنا فيها الاسئله المهمه جدا 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 على الفيديوهين الاولانيين. طيب طبعا كل الكلام ده هسيب لك اللينكات بتاعته في وصف الفيديو. يلا بينا يا صديقي نشرح الجزء الجديد. اولا كده الجزء الجديد هنتكلم فيه على جزء النبات، وبالاخص هنتكلم عن الانسجه النباتيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كده يا صديقي الانسجه النباتيه، لو جينا بصينا بس الاول كده دي الخليه النباتيه، وركز عايز اقول لك حاجه مهمه جدا جدا جدا. هو ايه الفرق ما بين الخليه النباتيه والخليه الحيوانيه؟ اولا الخليه النباتيه معروف ان هي ادي الخلية النباتية. طبعا يا صديقي الخلية النباتية بيكون عندها جدار خلوي. خلي بالك بيكون عندها ايه؟ جدار خلوي. اهو بص كده، لو جينا مثلا بصينا عندها الجدار الخلوي موجود تحت اهوت. حلو كده؟ طيب الخلية الحيوانية ما عندهاش جدار خلوي. ولو انت فاكر الاول فيديو كنت بقول لك ان عندنا حاجة اسمها الكربوهيدرات، وكنت شرحت لك الجزئية دي وقلت لك ان الكربوهيدرات بتدخل فيها حاجة اسمها السليلوز. يبقى جدار الخليه في حاجه اسمها الايه؟ السليلوز. السليلوز دهوت بيدخل في تركيب جذر الخلايا النباتيه. يعني مش بيدخل في حاجه غير جذر الخلايا، في جذر الخلايا النباتيه. ديت الحته اللي انا عايزها المهمه بالنسبه لي. حلو جدا. طيب انما مثلا لو جينا بصينا على الخلايا الحيوانيه بتبدا من اول الغشاء بتاع الخليه. يبقى كده مين فيهم اعم واشمل؟ الخليه النباتيه اعم واشمل لان هي فيها الجدار والغشاء، انما الخليه الحيوانيه ما فيهاش غير الغشاء بس. جميل جدا. بعد كده فيها شويه عضيات، فيها حاجه زي الميتوكوندريا اللي احنا بنستفاد منها طاقه، اللي هي بتدينا ايه؟ بتدينا طاقه. حلو. فيها برضو مثلا سيتوبلازم، السيتوبلازم ده اللي فيه العضيات. في حاجه زي البلاستيد الخضراء اللي ليها علاقه بعمليه البناء الضوئي، ليها علاقه بعمليه الايه؟ البناء الضوئي. طبعا عندها حاجه اسمها جهاز جولوجي وحويصلات اللي بتطلع حاجه اسمها اللايسوسوم. الحويصله ديت حويصلات اللايسوسوم. خلي بالك الكلام ده مهم جدا وهنحتاجه في فصل اسمه فصل المناعه. طيب عندنا شبكه اندوبلازميه ملساء وشبكه اندوبلازميه خشنه، ولو انت فاكر ان الشبكه الاندوبلازميه الخشنه والريبوسومات دول مهمين جدا 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 جدا. ليه؟ لان احنا كنا بنستفاد من الحاجات ديت في حاجه اسمها تصنيع الريبوسوم، في تصنيع البروتين. ده بيصنع البروتين. ما هو الريبوسومات ديت بتستخدم في تصنيع البروتين. طب وهي الشبكه الاندوبلازميه الخشنه كان بيبقى عليها ريبوسومات، فكنا بنقول ان دي ريبوسومات بتبقى حره، ريبوسومات حره، وريبوسومات بتبقى على الشبكه الاندوبلازميه فبتخليها خشنه. يبقى ريبوسومات مش حره، بتبقى مرتبطه كده. طيب بعد كده ده شكل نبات عادي جدا اهوت، وطبعا دي زهره وقمه ساق. ده قمه الساق اللي هو نهايته كده قمه الساق. تمام. وعندنا زهره اهيت، ادي الزهره، وعندك طبعا ادي الجذر بتاع النبات او الشعرات الجذريه، وادي الورقه، وادي الايه؟ وادي الساق بتاع النبات. جميل جدا. بعد كده احنا عندنا نوعين من الانسجه النباتيه. اولا كده النوعين هما نسيج بسيط او نسيج مركب. نسيج بسيط او نسيج مركب. النسيج البسيط ده بقى اولا كده عندنا 3 انواع. الوصف بتاعهم: اول حاجه خليه بارنشيميه، دي اول حاجه. تاني حاجه خليه او النوع الثاني الخلايا الكولانشيميه او النسيج الكولانشيمي. ثالث حاجه النسيج الاسكلارنشيمي. يبقى نسيج بارنشيمي، كولانشيمي، اسكلارنشيمي. حلو. اولا كده اي حاجه بارنشيميه بتبقى حيه، يبقى تلاقي النسيج ده بيكون حي والنسيج ده بيكون حي، انما النسيج الاسكلارنشيمي دايما بيكون ميت، يبقى غير حي. النسيج ايه؟ نسيج ميت. جميل جدا. طيب لو جينا بصينا على البارنشيم وشوفنا شكل الخلايا بتاعته، اولا بتلاقيها بيضاويه كده عادي جدا او مستديره، يعني دائريه بيضاويه مش عارف، بتحس ان هي ايه؟ بيضاويه مستديره والكلام ده كله. طب لو رسمنا، خلي بالك كام واحده جنب بعض، ايه اللي هيحصل؟ بالشكل اللي انت شايفه ده اهم. ايه اللي حصل؟ في ما بينهم مسافات بينيه، في ما بينهم ايه؟ مسافات بينيه مهمه جدا، في ما بينهم مسافات بينيه. يبقى دلوقتي بيضاويه او مستديره، الجذور بتاعتها بتكون رقيقه ومرنه. لو انت واخد بالك جذورها عاديه جدا ما فيهاش اي تغليظ. طب السؤال اللي كله بيغلط فيه: الجذور بتاعتها فيها سيلولوز؟ فيها سيلولوز بالنسبه الطبيعيه، يعني دي كده جذورها فيها ايه؟ فيها السيلولوز. طيب ايه الفرق ما بين البارنشيمي والكولانشيمي؟ ان احنا غلظناها بماده السيلولوز. بص مغلظه تغليظ غير منتظم بماده السيلولوز. يعني هي فيها السيلولوز العادي اللي انت عارفه، ولكن
زودنا سلوز عن الطبيعي. جميل جدا. طيب بعد كده لو جينا اتكلمنا في فراغات يبقى في فراغات موجوده اهي، ادي الفراغات اهي موجوده دي كلها. حلو. فيها ممكن بقى تحتوي على ايه؟ بلاستيدات خضراء او ملونه فيها فجوه واحده كبيره او اكتر، يبقى دي خليه عاديه، خليه برونشيميه، خليه حيه، خليه عاديه. وبالمناسبه الخليه يعني فيها فجوه بتبقى كبيره جدا اسمها الفجوه العصاريه. بالمناسبه عشان برضو نخلص من الحته دي، كان وانت في اولى ثانوي كان بيقول لك ان النبات عنده فجوه عصاريه. النبات عنده ايه؟ فجوه عصاريه. طب الفجوه العصاريه دي مهمه؟ مهمه. طبعا كانت عندك حاجه اسمها دعامه فسيولوجيه في ثالثه ثانوي وهتتلغي من عليك او اتلغت في السنه اللي فاتت. فكان في فجوه عصاريه. الفجوه العصاريه دي بقى مالها؟ الفجوه العصاريه الفكره كلها ان هي بتمتلئ بالميه، ديت موجوده في النبات. فكان بيقول لك ان هي فيها فجوه واحده كبيره، وساعات كان يقول لك ايه؟ فيها ممكن اكتر من فجوه صغيرين، وده طبعا نادرا يعني. فتلاقي دايما الكلام ان احنا عندنا فجوه اسمها فجوه عصاريه. حلو. طيب ايه المثال بقى او مكان التواجد في ضرنه البطاطس؟ تخيل انت دلوقتي جبت بطاطسايه، البطاطسايه ديت بتبقى بلاستيده خضراء ملونه ولا عديمه اللون؟ عديمه اللون. يبقى دلوقتي ممكن البلاستيدات تكون خضراء او ملونه او مفيش عديمه اللون خالص. حلو جدا. ايه وظيفتها؟ ايه وظيفه الحاجه دي؟ والله لو مثلا بلاستيده خضراء يبقى هتقوم بعمليه البناء الضوئي، يبقى تقوم بعمليه البناء الضوئي لوجود البلاستيدات الخضراء. طيب لو عديمه اللون زي البطاطس دي فيها ايه؟ مش نشويات؟ يبقى دلوقتي اختزان المواد الغذائيه كان نشا، علشان ديت ايه؟ ديت عشان هي عديمه اللون، عشان هي ايه؟ زي البلاستيدات عديمه اللون. حلو. طيب لو فاكر المسافات البينيه اللي كنت بقول لك عليها هنا دي، ايوه المسافات البينيه ديت لها علاقه بعمليه اسمها عمليه الايه؟ عمليه التهويه. عمليه الايه؟ التهويه. جميل جدا. يبقى دلوقتي يا صديقي ركز معايا، انت دلوقتي عندك 3 وظائف. لو في مسافات بينيه يبقى تهويه، لو بتتكلم على اللون الاخضر يبقى دي كده وظيفه ايه؟ وظيفه اللي هو البناء الضوئي. طب لو بتتكلم على عديم اللون يبقى ده علشان اللي هو اختزان طبعا النشا والحاجات دي كلها. مثلا لو جينا برضو اتكلمنا عن الملونه دي بقى كانت بيبقى مثلا زي حاجات عارف اللي هو ايه؟ لون بنفسجي، لون مش عارف احمر. الحاجات ديت بتدي شكل او معين او حاجه معينه للنبات. تلاقي الورده مثلا صفراء او بنفسجي او فوشيا، اي حاجه مثلا. طيب لو جينا هنا بص بقى يا صديقي، اولا ركز بقى معايا، الخلايا هنا بتكون خلايا مستطيله. يعني ايه؟ يعني بتلاقي الخلايا مثلا بتبقى بالشكل ده كده مثلا يعني بتلاقيها بالشكل ده كده. حلو. السليلوز بقى اللي هو غلص بيه قال لك هو ماده صلبه ومرنه، وخلي بالك من الحته دي. عارف ليه؟ تعالى عشان هيجي هنا يقول لك الليجنين هي ماده صلبه. الصلبه ديت بتخليها صلبه بس مش ناشفه. يعني هسألك سؤال دلوقتي، لو احنا جبنا بذره الخوخه دي صلبه ولا صلبه مرنه؟ لا صلبه. ديت بقى كده اعرف ان هي خلايا سكرانشيميه. بذره الخوخ ماشي كده. حلو. طيب لو احنا جبنا البقدونس او الخضره، اي حاجه مش هتفرق. لو انت جبت البقدونس، هو البقدونس ده العود ده مش انت بتاخده بيروح يمين وشمال؟ ايوه. طالما هو بيروح يمين وشمال، مش دي بالنسبه لي كده المفروض يعني ان هو كده مرن؟ هو صلب بس مرن. طيب بعد كده بقى لو جينا اهوت بص ساقي البقدونس، هو الراجل كاتبها لك حتى يعني المعلومه موجوده اهي. طيب تدعيم النبات دعمه بس عن طريق ان هو يديله ليونه. يعني هو دعمه وخلاه قوي بس عن طريق ان هو اداله ليونه. خلي بالك من الحته دي. انت تعرف ان المفروض هنا نقول قوه وليس صلابه. يعني المفروض نقول قوه ومرونه. قوي مش صلب مش عارف يتكسر، لا هو قوي. طيب فالمفروض لما نيجي ناخد الخلايا الكولانشيميه هنقول قوه اكسبها قوه ومرونه، انما الاسكلارانشيميه اكسبها قوه زائد صلابه. زائد صلابه. دي اللي فيها صلابه صراحه، يعني دي اللي فيها ايه؟ دي اللي فيها صلابه. طيب حلو. هنا بقى هو نسيج غير حي الاسكلارانشيم، الخلايا برضو مستطيله ماشي، جذورها مغلظه بماده الليجنين بالاضافه الى السليلوز. الليجنين بالاضافه الى الايه؟ السليلوز. ايوه ما هو الجدار العادي اهوت موجود اهو عادي جدا ماشي، في كده السليلوز الطبيعي. رحت انت غلظت عليه ماده الليجنين، غلظت عليه ماده الليجنين. لو انت واخد بالك من اللي انا بعمله ده، دي حاجه كده ايه هتفهمها ان شاء الله قدام. هو ايه اللي انت بتعمله ده يا مستر؟ انت مش واخد بالك؟ بص كده سريعه. انت اول مره تاخد بالك من الكلام ده. انا بغلظ من جوه صح؟ ايوه ما دي عليك ثالثه ثانوي ان شاء الله. هتاخد ان في حاجات بتترسب من الداخل مش من الخارج، يعني انا برسب الماده من الداخل. فالليجنين بيترسب ترسيب اسمه ترسيب، هقول لك عليه اهو، ترسيب داخلي. اكتب عندك الكلام ده تاخده في ثالثه، ترسيب داخلي. طيب
واللجنين ماده صلبه خلاص كده هتموت زي ثمره الكمثرى اهوت مثلا. ايوه بيدعم النبات واكسبه الصلابه والمرونه، لا الصلابه والقوه المفروض، والقوه فكره المرونه لا بلاش مرونه، فين المرونه؟ خليها صلابه وقوه افضل، خليها صلابه وقوه افضل. طيب حلو قوي. بعد كده لو جينا بصينا على الاشكال بتاعتهم، خلايا برانشيميه اهي، بص مسافه بينيه اهي، مسافه بينيه مسافه بينيه، الجدار عادي الجدار عادي اهو. انما هنا اولا ادي الجدار اهو، وانت مغلص كل ده، كل ما فيش مسافات بينيه، ما فيش مسافات بينيه، ما فيش مسافات بينيه. حلو. لو جينا هنا لو انت واخد بالك هتلاقيها شكلها خماسي او سداسي كده بالشكل ده كده اهي، بالشكل ده كده. يعني المفروض ما تبقاش مستطيله، لا ما تفكك من حته المستطيله اللي مكتوبه فوق قوي دي، تحس ان هي بالشكل ده، وتحس ان دي شكلها مستطيل كده. هي مش بيضاويه شبه دي قوي قوي قوي، بس كانها تحس انها اهو، تحس انها مستطيله. وصلت؟ جميل جدا. بعد كده لو دخلنا على الانسجه المركبه، اولا كده الانسجه المركبه هم نوعين، ايه هما؟ اول حاجه نسيج الخشب ونسيج اللحاء. ركز بقى معايا، انا دلوقتي دخلت على النسيج المركب، يعني اكتر من حاجه. يعني ايه بسيط؟ يعني هو نسيج واحد، برانشيمي كولانشيمي سكلارانشيمي. المركب لا، في كذا حاجه. تعال بص بقى كده، يعني ايه كذا حاجه؟ يعني ممكن يكون في برانشيمي وكولانشيمي. ايه ده ازاي ده بقى؟ تعال ما افهمك. اول حاجه عند الخشب، اول حاجه في النسيج المركب الخشب هو عباره عن حاجتين او ثلاث حاجات، خلينا نقول ثلاث حاجات. حاجه اسمها الاوعيه دي رقم واحد، حاجه اسمها القصيبات دي رقم اثنين، حاجه اسمها برانشيم الخشب او خلايا برانشيميه دي رقم ثلاثه. بص مش دي خلايا برانشيميه؟ ادي نوع. الاوعيه والقصيبات المفروض دي خلايا، خلي بالك بقى كده، المفروض الخلايا بتاعتهم خلايا ميته، وعشان مترسب فيها ماده، بص اترسب على جدارها من الداخل. شوف من الداخل، كنت لسه راسم لك الرسمه بقول لك من الداخل اهو، من الداخل. يبقى كده نوع الخلايا اللي هنا دي اكيد ايه؟ مين اللي كانت ميته؟ الاسكلارانشيميه. يبقى كده اذا كده هو خلايا بارانشيميه، يبقى هو بارانشيميه زائد خلايا اسكلارانشيميه. خلايا ايه؟ خلايا اسكلارانشيميه. يبقى هو نوعين من الخلايا، يبقى ده كده نسيج مركب. حلو. طيب هو عباره عن ايه؟ صف راسي من الخلايا، تمام، تلاشى منها البروتوبلازم والجذور العرضيه. بص يا صديقي، اولا هي كانت صف من الخلايا كده، تمام كده. طيب وطبعا كانت مقفوله كده، وطبعا ايه كانوا يعني بعيد عن بعض بالشكل ده كده اهو، صف من الخلايا، ادي خليه جنبها تحتها خليه. تلاشى، كان فيها مثلا نواه وسيتوبلازم وحاجات من دي، تلاشى البروتوبلازم اللي موجود ده كله، وتلاشت الجذور العرضيه اللي كانت موجوده دي كلها، اختفت بقى خلاص، شلنا الجذور العرضيه اللي كانت ما بينهم. نسكت على كده؟ لا، ده احنا هنروح نجيب ماده اسمها ماده اللجنين. يا باشا رسب لي من الداخل اهو، رسب من الداخل. فهو رسب ماده اللجنين من الداخل. اصبح كده ايه اللي هو عمله؟ ان انت كده موتها، خليتها عامله زي الماسوره الفاضيه، بس بقت عامله زي الماسوره الفاضيه. يبقى هي دلوقتي كده اصبحت ايه؟ اصبحت ميته. بس وصلت. بعد كده القصيبات هي خليه واحده، انما ده كان صف راسي، تلاشى البروتوبلازم برضه وتغلظت بماده اللجنين فاصبحت خليه ميته. الخشب بقى بيعمل ايه؟ بينقل الميه والاملاح من المفروض من الجذر للساق ثم الورقه وبس كده. ده بالنسبه للنبات، وعشان هو ميت فهو خلى الساق بتاعنا مدعم قوي، فدعم الايه؟ دعم الساق بتاع النبات. بعد كده رقم 2 اللحاء. اولا كده يا صديقي بص، اللحاء هو عباره عن حاجتين. اول حاجه ركز بقى معايا، هو ايه اللي يخليه هو عباره عن نسيج مركب؟ بص اول حاجه عندنا الانابيب الغرباليه دي رقم واحد، وديت اصلا المفروض ما فيهاش نواه، لا يوجد بها ايه؟ لا يوجد بها نواه. طيب يا مستر هل هنعتبرها ميته ولا هل هنعتبرها حيه؟ بص انت لا تقول ميته ولا تقول حيه، قول ان ما فيهاش نواه واسكت وخلاص. طيب لو رحنا للنوع الثاني اللي هو الخلايا المرافقه، ديت بتبقى خليه حيه عادي جدا، يبقى هي خليه حيه اهي، حلو قوي. طيب الانابيب الغرباليه هي خلايا او هي صف من الخلايا، كمان صف راسي من الخلايا، خلي بالك، تلاشى منها الانويه والجذور العرضيه مثقبه تسمى الصفائح الغرباليه. هو يعني ايه بقى الموضوع ده؟ تعال اما افهمك. بص كده يا صديقي، اولا الرسمه دي قدامك اهيت، تمام. ايه اللي بيحصل؟ ايوه العفاريت اشتغلت بقى في الشاشه. انا عارف ان هي ما بتعديش بالسهل كده. اولا كده يا صديقي بص، شايف انت دي كده المفروض الجزء اللي هنا ده كده المفروض ده جدار عرضي وده جدار عرضي. ايه اللي بيحصل بقى؟ المفروض ان في حاجه اسمها الحركه الدورانيه السيتوبلازميه، في دوران ان السيتوبلازم بيتحرك في الاتجاه ده كده،
بيتحرك في الاتجاه ده كده، بيتحرك في الاتجاه ده كده، ففي ماشي في الاتجاه ده. طب يا مستر هل ما ينفعش يمشي عكس الاتجاه كده؟ لا ما ينفعش، هو بيمشي في اتجاه واحد كده كده كده، خلاص يبقى هو ماشي كده، يبقى هو ماشي في الاتجاه ده. طب ينفع كده؟ لا ما ينفعش كده، يبقى هو ماشي في اتجاه ايه؟ ماشي في اتجاه واحد. طيب حلو قوي. بعد كده دلوقتي يعني طبعا انا يعني المفروض ان هي هتعمل صوت وانا بمسح بس. طب ليه؟ برضه ماشي. حسبي الله ونعم الوكيل. تمام. بعد كده بص، اولا المفروض هنا كده الجدار ده يبقى مثقب بالشكل ده كده. اشمعنى مثقب؟ علشان يسمح بمرور المواد، يبقى المواد هتقدر تعدي عادي جدا من خلال مين؟ خلال الثقوب اللي موجوده دي. فسميناها الصفائح الغرباليه. سميناها الصفائح ليه؟ الصفائح الغرباليه. يمر من خلالها السيتوبلازم في شكل خيوط سيتوبلازميه، في خيوط سيتوبلازميه موجوده بيمر خلالها. طب المعلومه دي مهمه عليا في المنهج؟ مهمه علينا جدا في المنهج. طيب بعد كده طبعا الخلايا المرافقه هتلاقي جنب كل انبوبه غرباليه خليه مرافقه، جنب كل انبوبه غرباليه خليه مرافقه. الخليه المرافقه دي بتعمل ايه بقى؟ بتديها طاقه علشان تعمل العمليات الحيويه. يبقى دلوقتي يا صديقي ركز بقى معايا، انا دلوقتي عندي انبوبه غرباليه ما فيهاش نواه، عندي خلايا مرافقه لازقه في الانبوبه الغرباليه علشان تديها الطاقه، عشان الانبوبه الغرباليه فيها ميتوكوندريا وبتديها الطاقه علشان تقدر تعمل العمليات الحيويه. طب وهي ايه عملياتها الحيويه؟ ان هي تنقل المواد الغذائيه. بس خلي بالك هو انت هنا نقلت ايه؟ ميه وملح. يعني ايه؟ يعني الحاجات اللي هي البسيطه، المركبات البسيطه. انما هنا انت نقلت المواد الغذائيه زي الجلوكوز والبروتين، يعني نقلت الحاجات اللي طالعه من عمليه البناء الضوئي. يبقى المركبات المعقده نقلتها. هتنقلها منين؟ هي اكيد موجوده في ورقه النبات، موجوده في الورقه، وانت هتنقلها بقى توديها لاوراق ثانيه، ماشي، او توديها للساق، او توديها للجذر، او توديها للازهار، او توديها للثمار. يبقى انت تنقلها لكل اجزاء النبات او الاجزاء الاخرى من النبات. بس كده يا صديقي، ده كده المفروض النسيج الايه؟ النسيج البسيط والمركب اللي هو الانسجه النباتيه. اخر حاجه معانا اللي هي ايه بقى؟ اللي هي تركيب الورقه. بص يا صديقي، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الورقه بتتكون من ايه؟ الورقه بتتكون من 3 اجزاء. تعالى بس نبص عليهم هنا كده في الرسمه. تعالى يا صديقي بص كده. اولا كده لو جينا بصينا هنا، اولا الورقه بالشكل ده كده، عندك بشره بشكل عام، فبشره عليا وبشره سفلى، دي رقم 1، ده كده رقم 1. حلو. بعد كده عندنا حاجه اسمها النسيج المتوسط اللي هو العمادي والاسفنجي، ده كده نسيج ايه؟ متوسط، او اسمه النسيج الميزوفيلي. النسيج الايه؟ النسيج الميزوفيلي. حلو قوي. طيب بعد كده عندنا اهوت بقى كده اللي هي الانسجه الوعائيه بقى، واللي هي الجزء ده كده مثلا يعني. طيب اللي هو الايه؟ اللي هو الانسجه الوعائيه، او بمعنى صح الحزم الوعائيه، يعني نسيج وعائي. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ اولا البشرتان العليا والسفلى هي عباره عن طبقه واحده من خلايا برانشيميه تخلو من الكلوروفيل. تعال نبص على الكلام ده. لو انت واخد بالك ان البشره هي عباره عن صف واحد فعلا من الخلايا اهيت، فوق وتحت، يبقى هي طبقه واحده من الخلايا. ماشي حلو. فيها كلوروفيل؟ لا، لان الكلوروفيل لونه اخضر عشان يعمل بناء ضوئي. الكلوروفيل في مين؟ في النسيج المتوسط. الكلوروفيل في النسيج المتوسط، يبقى تخلو من الكلوروفيل. الجذور الخارجيه منها عليها كيوتين، يعني من بره شايف انت لو انت واخد بالك اهو كيوتين، اهو كيوتين. من تحت برضو كيوتين. ايه ده؟ ثانيه واحده مستر، مش واخد بالي، ده في حته كده ما فيهاش كيوتين. تعالى بقى نفهم الحته دي عشان هي مهمه. ايه بقى الجزئيه دي؟ ده اهو منطقه، او دي منطقه مفتوحه ما فيهاش كيوتين. المفروض ان اسمه الثغر او الصغور. ما وظيفه الصغور؟ بتعمل ايه؟ ديت بتخرج الميه، تسمح خروج الماء اثناء النتح. خروج الماء اثناء ايه؟ اثناء النتح. حلو قوي كده. يبقى الفكره كلها ان هي بتخرج الميه اثناء عمليه النتح. جميل. بعد كده المفروض جنب الثغر ده هو في حاجه اسمها خلايا حارسه من هنا وخليه حارسه من هنا. ايوه، وظيفتها ايه؟ بتتحكم في انه يتفتح ويتقفل، فتح الثغر وغلق الثغر. طيب يا مستر، هو الكلام اللي انت بتقوله ده مهم؟ ايوه اقسم بالله العظيم مهم جدا جدا جدا. يعني لو انت مش بتكتب ورايا يبقى انت غلطان، هتندم، لان الكلام ده انت محتاجه كتير جدا. طيب ومحتاج تعمل له ريفريش على السريع. طيب بعد كده عندنا النسيج المتوسط او الميزوفيلي. عندنا الطبقه الاولى عماديه والطبقه الثانيه طبقه اسفنجيه. خلي
بالك بقى كده، مزدحمه بالبلاستيدات الخضراء لتستقبل اكبر قدر من الضوء. خلي بالك يعني هنا دلوقتي كده هي بتبقى موجوده اول ما الضوء بينزل اول حاجه هيعدي عليها مين؟ العمادي ولا الاسفنجي؟ العمادي، فاكتر واحده فيها بلاستيدات، وتلاقيه مترصص اكتر كمان ساعات يعني ساعات فوق كده. حلو، يبقى دلوقتي فيها اكبر قدر من البلاستيدات علشان تمتص اكبر قدر من الضوء الساقط او الاشعه الضوئيه الساقطه. طبعا انت عارف لو انت فاكر تركيب الكلوروفيل انت كنت واخده في سنه ثانيه ثانوي، فكان في اخر حاجه كده في التركيب بتاعه طبعا سي 55 اتش 72 و5 ان 4 ام جي. مش فاكر الكلام ده؟ تعال نفكره لك. سي 55 اتش 72 او 5 ان 4 مش عليك ام جي. المهم ان كان عنصر المغنيسيوم ده وبرده مش عليك، كان مهم جدا علشان هو بيدخل في تركيب الكلوروفيل وكان ليه علاقه بقدره الكلوروفيل انه يمتص الضوء. جميل. المفروض بقى الطبقه الاسفنجيه اقل في البلاستيدات الخضراء. ايوه، وظيفتها ايه؟ فيها مسافات بينيه عشان تعمل تهويه. لو انت واخد بالك مسافات بينيه لان هي خلايا بتمتص الايه؟ يعني برضه بتمتص الضوء وبتعمل بناء ضوئي، بس اقل من مين؟ اقل من اللي هي العماديه. فالعماديه بتعمل عمليه البناء الضوئي، يعني هي اللي بتكون فيها المواد الجاهزه، الغذاء الجاهز يعني. طيب اخر حاجه بقى النسيج الوعائي اللي هو اوعيه الخشب واللحاء. طب ثانيه واحده بس، اللي هو فين ده؟ اهو ادي الخشب، ادي المفروض يعني ادي اهو الاوعيه اهي بتاع الخشب، واوعيه الايه؟ واوعيه اللحاء اهي يا صديقي، اوعيه الايه؟ اوعيه اللحاء. حلو كده؟ حلو. يبقى خلي بالك بقى دلوقتي كده خلاص احنا خلصنا الجزء ده، تمام؟ يعني اتمنى ما نكونش خدنا بس وقت طويل. الفكره كلها يا صديقي ان الجزء بتاع النبات ده بنتكلم فيه عن الانسجه. خدنا الانسجه بشكل عام في النبات، وبعد كده خدنا النسيج اللي في الورقه. المره الجايه ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله هناخد النسيج بقى اللي موجود في الساق، وهناخد النسيج اللي موجود في الجذر. يبقى انت كده خلصت كده كل الانسجه او الجزء بتاع النبات الكبير ده. تمام كده يا صديقي؟ بس كده يا صديقي، اتمنى لو انت استفدت من الفيديو يعني اولا كده شير الفيديو لكل زمايلك، يعني ما تنساش تكتب لنا كومنت جميل كده لو يعني اي حاجه عايزها مننا، فيديو معين عايزه مننا اكتب لنا، يعني الدعم ده بيفرق معانا صراحه يعني. الحاجه الثانيه برضو يعني ايه، ما تنساش بقى اللايك الشير الحاجات دي كلها عشان الدل على الخير كفاعله. وبس كده يا صديقي، دمتم بخير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واستنونا في الفيديو الجاي. سلام.